مساء الخير اعزائي المشاهدين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايب لكم فندق لعشاق الفخامه والتميز بافضل سعر. فندق فيه كل الخدمات اللي انت عايزها، من اول دخله اللوبي تحس ان انت داخل فندق 3 4 فنادق كده مع بعضيهم، من اول معامله الناس الحلوه، جيم اوبن اير، 9 حمامات سباحه، حمام سباحه ساخن، 3 او 4 مطاعم رئيسيه مختلفين، اكوا بارك، كل اللي انت نفسك فيه، الغرف الفندقيه اللي على اعلى مستوى والمعامله الحلوه واحسن بحر في الغردقه، وكل ده بافضل سعر. لو انت عايز تعرف ايه هو الفندق دوت تابعني لنهايه الفيديو، ولو انت مش اول مره تشوفني ما تنساش تنزل دلوقتي تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يصلك كل جديد. ويلا بينا نبدا الفيديو. اول حاجه بقى عايز ابتدي فيها بالفندق بتاعنا الجميل دوت هو تصميم الفندق. تصميم الفندق اول ما نخش كده هنلاقي اللوبي عواميد والريسبشن جميل جدا، مساحات حلوه قوي وقعدات جميله في الريسبشن. اللوبي شكله حلو قوي، كل الساعات معاملات حلوه مع الناس بتتعامل معانا حلوه قوي، قعدات جميله مختلفه، واي فاي في اللوبي طبعا، وفي الريسبشن كله قعدات جميله مختلفه طبعا. بار رئيسي نشرب فيه اللي احنا عايزينه. تصميم الفندق بقى حلو في ايه؟ ان احنا عندنا كده بار رئيسي والفندق جاي على حرف يو، يعني انت عندك في مباني كده على اليمين ومباني على الشمال ومبنى رئيسي. المبنى الرئيسي دي الغرف بتاعته كلها ديلوكس جميله جدا، المبنى اللي على اليمين الغرف بتاعته كلها بريميوم ديلوكس، والمبنى اللي على الصف اللي على الشمال ده كله يعتبر فيلل وحاجات متدرجه كمان عشان الفيوهات. الفندق مهتم بالفيوهات جدا جدا، مفيش غرفه في الفندق ما بتشوفش فيو حلو. 80 90% من الفيوهات بتاعت الفندق دي شايفه البحر. المبنى الرئيسي دوت في الوش البحر، كل المباني اللي على اليمين شايفه البحر سايد سي فيو من على يمينهم، وكل المباني على الشمال شايفه البحر سايد سي فيو من على شمالهم. ده غير طبعا ان معظم الغرف شايفه البول، حتى اللي شايف جاردن بيبقى شايف جاردن مع بحر او جاردن مع اكوا، مفيش حاجه اسمها جاردن بس ولا مفيش حاجه اسمها خلفي. معظم فيوهات الفندق دوت بول يا بحر يا اكوا يا سايد سي فيو يمين او شمال، فالتصميم حلو والفيوهات حلوه جدا. غير كده بقى لو دخلنا على الغرف على اعلى مستوى زي ما احنا شايفين في الصور، المراتب كلها جديده، السراير جديده، الفرش جديد، شاشات جديده، الدواليب الحلوه، الخزنه، الثلاجه اللي فيها كل احتياجاتك، هتخش على التويليت هتلاقي الشاورات، كل اللي انت نفسك فيه. الغرف خدمتها حلوه جدا، فيوهات طبعا الغرف قلنا عليها ان هي حلوه جدا، كل اللي انت بتطلبه من الناس هيعملوه لك على طول حتى لو مش تخصصهم. فالفندق دوت فندق 5 نجوم من فئه الفنادق اللي الغرف بتاعتها عاليه قوي. عندهم طبعا كل انواع الغرف اللي انتوا عايزينها، ديلوكس وبريميوم ديلوكس، وعندهم فيلل وعندهم شاليهات، عندهم كل انواع الغرف اللي انتوا نفسكم فيها. طبعا فاميلي موجود، كونكتد روم موجود، كل اللي انت عايزه الكونكتد روم بتاعهم كله، حتى على الاكوا بارك والبول، فدي كانت ميزه حلوه قوي. فالغرف من الحاجات المميزه قوي قوي في تاني بقى جزئيه معانا وحابب ان انا اتكلم فيها، فهو المطعم. الفندق ده زمان كانت من المشاكل ان الفندق ده الناس بتشتكي ان المطعم بعيد عشان نروح مشوار لغايه البحر ونرجع مشوار لغايه المطعم عشان اروح البول اروح اوضتي وارجع المطعم. الفندق حل لنا المشكله ديت خلاص، بقى فيه اكتر من مطعم في الفندق. المبنى الرئيسي اللي هو في الوش دوت فيه مطعمين رئيسيين، مطعم للعائلات ومطعم للكبار فقط، عشان لو حد هاني مون ومش عايز ينشغل بالاطفال ومش عايز اطفال كتير، فاحنا عندنا مطعم للادلت ومطعم للعائلات. المطعمين دول بيقدموا كل الوجبات وكل الانواع، طبعا فطار وغدا وعشاء. الفندق بتاعنا اقامه كامله اول انكلوزيف، طبعا فيه عرض على حسب احتياجك. لكن كمان عندك المطعم دوت فيه كل اللي انت عايزه، المطعم الرئيسي والمطعم اللي هو الثاني بتاع الادلت. لو دخلنا شويه كده في نص الفندق هنلاقي فيه مطعم مكسيكي دور تاني كده، مطعم حلو جدا برضه عشان اللي في نص الفندق مش عايز يروح ولا هنا ولا يروح هنا، فهنخش المطعم المكسيكي ده. لو رحنا لاخر الفندق عند البحر هنلاقي مطعم رئيسي ثالث او رابع كمان، ده كده فين؟ عند البحر. فانت الغرف عند البحر السي فيو مش هيحتاج يرجع للمبنى الرئيسي، عنده مطعم رئيسي هناك. واللي في نص الفندق ولا يحتاج يروح للبحر ولا يحتاج يروح للمبنى الرئيسي عشان عنده مطعم في النص. وبرده اللي في المباني الرئيسيه وفي الغرف الرئيسيه عندهم بدل المطعم 2. غير كده كمان زي ما احنا شايفين في الصور كده عندنا مطاعم اكارد مختلفه، 5 مطاعم اكارد، بس دي طبعا بتكلفه اضافيه ب 300 جنيه للفرد في الليله زياده عشان نستخدم ال5 مطاعم الاكارد دول، وبنحجز طبعا وبناخد مواعيد حجز المطاعم دي. جوده الاكل عاليه جدا، عمر ما حد اشتكى من الاكل، كل اللي نفسك فيها هتلاقيه في البوفيه.
من حلويات ومن اكل ومن مشروبات ومن فواكه ومن كل اللي نفسك فيه، وجوده عاليه وعلى اعلى مستوى وبثقه 100%. تالت بقى جزء عايز اتكلم عليه مهمه جدا، ان هم مهتمين برضو بالاطفال قوي، يعني زي ما مهتمين بالادلت وبالهاني مون وبالناس الكبيره، وهم برضو مهتمين بالاطفال جدا جدا، ان هم عاملين للاطفال 3 كيدز اريا. يعني انت برضو في كيدز اريا في الاول وكيدز اريا في النص كيدز اريا في الاخر. انت لو مش هتتعب بعيالك وتروح وتمشي كتير وتروح وتيجي عشان خاطر تلعبهم في الكيدز اريا، لا انت كل خطوتين هتمشي هتلاقي كيدز اريا حلوه قوي اطفالك يلعبوا فيها. غير ان هم عاملين منطقه كده خاصه بالاطفال كلها اغاني اطفال، العاب، تلوين على الوشوش، الحاجات الجميله دي كلها متقدمه من الفندق من للاطفال وللكيدز اريا. غير كده طبعا بقى الحمامات السباحه، ودي من اهم حاجه بنحبها كبار واطفال، فهم عندهم 9 حمامات سباحه. عارف يعني ايه 9 حمامات سباحه؟ يعني مستحيل بطول الفندق كده حمامات سباحه اشكال والوان زي ما احنا شايفين، مستحيل هيجي لك وقت تبقى عايز تنزل حمام سباحه وتلاقيه زحمه. حمامات السباحه كلها فاضيه ورايقه، وقدام غرفتك وقدام شاليهك او فيلتك هتلاقي حمام السباحه اللي انت عايزه وعايز تنزل فيه. غير كده كمان عندهم حمام سباحه كبير وساخن، بيتسخن طبعا عشان لو الجو ساقع وكده، فدي ميزه حلوه قوي. غير كده كمان بقى الميزه برده ما كانتش موجوده زمان في الفندق ده، ان هو بقى فيه اكوا بارك. يعني انت لو عندك مشكله ان الفندق ده كان زمان جميل جدا بس عيبه الوحيد انه ما كانش فيه اكوا بارك، فهو دلوقتي بقى فيه اكوا بارك، واكوا بارك عملاقه وحلوه وجميله زي ما احنا شايفين كده في الصور. فالفندق بيوفر لنا كل الخدمات، حمامات سباحه واكوا بارك وكيدز اريا وكل حاجه كمان للاطفال، غير المطعم الحلو والاكل الحلو، غير طبعا الغرف والحاجات الحلوه دي. اخر حاجه بقى عايز اتكلم فيها وهي اهم حاجه في الفندق دوت، فهي البحر. احنا خدنا الفندق من اوله لاخره لغايه ما وصلنا للبحر. احلى بحر في الغردقه، طوله حوالي 1.5 كيلو، يعني بحر كبير جدا طويل جدا، رملي 100%، ما فيهوش بقى جزء رملي وجزء صخري، لا رملي. لونج بيتش، فندق لونج بيتش، فندق من الفنادق القويه النظيفه الجميله جدا جدا، اطول بحر واكبر بحر وبحر رملي وميه نظيفه، طبعا بارات في كل حته في البحر وفي الفندق وورا في المطعم الرئيسي في المبنى الرئيسي، طبعا البارات في كل حته، حفلات انيميشن شغاله طول اليوم صبح وليل في كل حته حفلات الانيميشن. قلنا عندنا جيم اوبن اير، عندنا ملعب تنس، عندنا ملعب كره يد، عندنا اكتيفيتيز وحاجات حلوه كتير جدا. فندق لونج بيتش من الفنادق القويه والفخمه قوي، واسعارها معانا حلوه قوي. طبعا كل فتره بيبقى ليها سعر خلال الفتره اللي جايه دي، والاسعار بتتغير، فاحنا هنعتبر ان ده ريفيو حلو عن لونج بيتش. كل اللي يشوفه ويحب يحجز هينزل في صندوق الديسكربشن هيلاقي الاسعار، ولو ملاش تحديث اسعار يكتب لي في كومنت او يكتب لي على الرقم اللي هيظهر قدامكم دلوقتي على الشاشه، وهنقول لكم كل الاسعار والحجوزات الامكانيه امتى، وعندنا برده انتقالات وعندنا كل حاجه. فندق لونج بيتش من الفنادق الفخمه قوي والحلوه قوي، 5 نجوم على اعلى مستوى، تقييمه على البوكينج حلوه جدا برده. فلو عجبك الفندق دوت ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وشكرا.